لو انت من الناس اللي دايما بتستخدم ترابيزه المكوى في كوي الملابس بتاعتها، يبقى لازم تعمل السر ده فيها. صلي على النبي وتعالى اقول لك ازاي. دي حركة بسيطة بس مهم جدا لازم تعملها عندك في أي ترابيزة مكوى، سواء كان السطح بتاعها خشب أو معدن أو أي سطح صلب أنت متعود دايما بتكوي عليه الهدوم بتاعتك. هتجيب ورق فويل وهتغطي بيه سطح ترابيزة المكوى بالكامل، وأهم حاجة تخليه يطبق على سطح ترابيزة المكوى. الحركة دي هتحافظ لك على ترابيزة المكوى لو معدن من إنها تصدي، أو لو خشب من إن الخشب يحصل له تآكل، وده بيكون نتيجة المية أو البخار اللي بيخرج من المكوى بينزل على سطح ترابيزة المكوى باستمرار. كمان هتسهل معاك عملية فرد الملابس وأنت بتكويها، وده نتيجة إن الورق الفويل بيعكس درجة الحرارة اللي بتكون خارجة من المكوى. بس لو عاوز بقى تكوي أي خامة ملابس تخطر على بالك من غير ما تلمع أو تتلسع أو تتحرق منك، يبقى لازم تاخد كفر المكوى الأصلي. ولو عاوز كمان مفرش حراري زي اللي راكب على الترابيزة ده ما يجيبش معاك لون وأنت بتكوي الملابس، وكمان يقدر يحافظ لك على ترابيزة المكوى، وكمان مبطن فايبر حراري وبأستك تقدر تحله وتركبه بسهولة في أي وقت. كمان متاح مفارش تركي 2 طبقة قماش حراري مبطن بأستك، لو أخدت أي قطعتين عليهم شحن مجاني، ومتاح شحن لأي مكان في مصر. لطلب أوردر ابعت لنا على الواتساب اللي قدامك على الشاشة ده.